هو ممكن اصلا ما يبقاش توكسيك، ما يبقاش مخبي حاجه ولا حاجه، هو بس كل الفكره ان انت اشتريتي الايه، الحاجات اللي من بره، الكلام الجميل اللي على العبوه من بره ده، وما قريتيش التكالوج اللي جوه، ما قريتيش التعليمات اللي مكتوبه حتى في ظهر العلبه، طريقه الاستخدام حضرتك، الاعراض الجانبيه والكلام ده. ما الكلام ده كان لازم يتقري من الاول، لكن نخش كده نضرب الدواء. طب ما احنا هنلبس. برين، ماذا سنفعل الليلة؟ سنفعل ما نفعله كل ليلة يا بنكي، نحاول السيطرة على العالم. زنجبيل انا مش قابله يعني، لا يعني بجد بصراحه الموضوع صعب. امي بتقول لي زنجبيل، واحد اصدقائي دايما يقول لي زنجبيل. انا بحس ان انا بشرب حاجه حراقه، انا مش فاهم ليه اشرب حاجه حراقه يعني انا المفروض بشرب مشروب سخن وحلو، لا 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 حراق ليه بيعمل فيها كده ليه؟ المهم، السلام والرحمه، رب صبحنا وربحنا. احنا بنحب الناس التوكسيك. شايف السعاده اللي على وشي وانا بقول الجمله؟ اصل ده حقيقي والله، يعني مش بنفتري على بعض. احنا بنحب الناس التوكسيك وبنفضلهم عن الناس الطبيعيين. بس خلينا الاول نعرف تعريف الشخص التوكسيك، او ايه معنى كلمه توكسيك، كلمه وطلعت علينا فجاه وانتشرت كما النار في الهشيم. يعني توكسيك يا سيدي يعني سام او مؤذي. خد بالك معايا، قد يكون غريب للبعض فكره انك تروح لحد مؤذي او لشيء مؤذي، ولكن هو منطقي من زاوية أخرى، لأن حتى لو هو مؤذي من الباطن فهو ظاهره جميل. يعني لما بتاكل أكل مش هيلثي مثلا، أنت عارف إنه هيبهدلك، بس أنت في نفس الوقت رحت له لأن طعمه حلو ولأنه مختلف. زي برضو الطفل مثلا، يعني فاكر الطفل لما بيحط صباعه في الفيشة، ما هو ليه بيعمل كده؟ بالنسبة له ده مكان مميز مش شبه كل الحاجات اللي في الشقة. ما أنا عايز أعرف بقى آخرته إيه. أولا حبيت شكله، ثانيا تعال نجرب بقى تشوف بيعمل إيه، فبتلبس في الآخر. فالحاجة دي بتكون غالبا مميزة، كما لو وضعت نقطة بيضاء في ورقة سوداء، أو العكس لو حابب توفر. علميا عينيك هتنجذب لهذه النقطة بدون أي تفكير. على نفس السياق في البشر، ليه أحب بني آدم عادي وتبقى حياتي مستقرة، آكل وأشرب وأنام كل يوم، لما ممكن آخد واحد منيل بنيلة، إما ينيل لي معاه وساعتها أحس بنشوة الحرام ونولع كلنا في جهنم في الآخر، أو نعمل زي الأستاذة اللي هناك دي، أستاذة جمانة. حضرتك مكملة معاه ليه؟ I can fix him. والله زي ما بقول لك كده، أصل هي يعني شوية دفوهات بسيطة، فاهم؟ والبني آدم عادي ممكن يتصلح يعني، ولا إيه؟ وبعدين اللي بيحب بيتغير. مش الأنسة غادة عادل اتغيرت عشان الأستاذ كريم عبد العزيز في فيلم باشا تلميذ وقطعت له أنا اتغيرت عشانك ليه والحاجات دي. طب ما احنا ممكن نعمل كده، فاهم؟ جيس وات، احنا ما بنعملش كده في الحياه الطبيعيه قوي يعني، لان الموضوع بيبقى خصال في التربيه اكتر، والتغيير ما بيكونش بالسلاسه دي، لان انت بتلعب في الاساسات من الاخر. حتى لما حد بيغير صفه عشان التاني، هو بيبقى جاي على نفسه قوي عشانك. الفكره بقى ان على الناحيه التانيه، مثلا لو انا اتغيرت عشان الانسه جمانه، هتلاقي جمانه مقتنعه ان هي اللي عملت كده علشان مصلحتي. فمع اول مشكله الدنيا هتولع، لان انا مقتنع ان انا عملت ده بدافع من ان انا جامد جدا، وهي مقتنعه انها عملت كده بدافع ان هي بني ادم طيب جدا وحلو جدا. هنزل بعض بالموضوع وهنلبس كلنا. كمان موضوع الافلام والسوشيال ميديا والكلام ده بصراحه هو مشكله كبيره، ولكني لا اضع الحمل عليه على قد ما اضع الحمل على الفان الجاهل، المشاهد يعني السطحي شويه، اللي هو بيبقى بيحلم انه يبقى ممثل، لعيب كوره، مغني. الله مش شايف الفلوس الحلوه اللي هم بيكسبوها، مش شايف الصور، شايف التصوير، اضاءات وحاجات وحياه حلوه يعني. مع انك لو حطيت البني ادم ده في نفس التجربه، اللي هو قلت له مثلا انت لازم تحافظ على جسمك طول الوقت، انت حياتك دي مرتبطه بالمشاهد، فانت ما ينفعش تتصرف اي تصرف ممكن يضايقه، انت حرفيا بعت نفسك للفانز، ومحتاج تخرج خروجات غصب عنك، محتاج تروح تتعامل مع ناس بتكرههم وانت مش طايق ابوهم، بس انت لازم تبتسم في وشهم وتقول كلام حلو، نفاق اجتماعي والكلام الحلو ده. ولو نزلت الشارع وقابلت فان مثلا دلوقتي بيحبك، انت لازم تضحك في وشه، حتى لو امك بتموت في البيت، فاهم قصدي؟ في شخصيات عامه كتير بتتصور في العزا، اخد بالك؟ كان في حد بيضحك في الصوره في العزا، لان هو مدرك ان الفان ده ملوش دعوه، هو مش هيشوفك تاني في حياته، فهو دلوقتي دي لحظته، فكك من حياتك بقى عشان دي لحظه سبيشال في حياتي انا. ابتسم، مبسوط قوي اني شفتك، الله يرحم الوالده. طيب ايه علاقه ده بقى بموضوع الحلقه؟ انا مش فاهم. علاقته ببساطه اننا دايما بنحلم ان احنا نبقى ممثلين، وبنحلم اننا نتجوز الممثلين، الناس اللي بنشوفهم في الافلام، البطل الذي لا يخاف ولا يخطئ ولا يأبه لاي شيء، رغم انه قايل لك في الاول انا عملت كل حاجه غلط في حياتي الا ان يكون واحد صاحبي. لا بس جدع يعني، شوف عمل كل حاجه بس خدش واحد صاحبه، يعني عنده البذره، فاهم؟ وبعدين طيب وبيحاول يساعد طفل صغير وبيحاول يعمل معرفش ايه، هو حرامي ويعني يستاهل الموت، لا انا احبه واصلحه بقى.
جواه بذره انسان وانا هزرع فيها هتندع باذن المولى. من الحاجات برضو اللي بتشدهم الايه الفرهده والتنطيط، خناقات بقى وباب بوي وبتاع. احمد السقا، امير كرارة تحديدا. انا اخترت الاسمين دول لانهم طلعوا في برنامج قبل كده واتكلموا انهم في حياتهم العاديه عندهم زي فوبيا من المرض، اللي هو ما يخافش ينط من على الشلال، بس لو جاله دور برد هو هيترعب. انت متخيل انك تشوف السقا مرعوب اصلا؟ ده حدث غريب جدا عمرك ما هتحس بيه الا لو يعني فاهم. بلاش الممثلين. عايز اتجوز محمد صلاح. هل انتم مقتنعين ان مكة حياتها بسيطة قوي؟ يعني حياتها سهلة وحلوة بقى عشان جوزي غني وبتاع ومعرفش ايه وبنسافر اوروبا؟ مش ممكن نبص الموضوع من الزاوية الاخرى اللي هو انا اتسحلت ورا جوزي وقاعد الراجل عنده تدريبات طول الوقت فانا مش بقابله كتير، ولما بقابله في البيت غالبا بيبقى عندنا تصوير. انا مش قصدي يعني ان دي حياتهم، ما ممكن يبقى عندهم لحظات حلوة، انا مش بتكلم بشكل شخصي، انا بتكلم بشكل عام ان هو في دايما جانب سيء لا نراه لاننا دايما بنبص من زاوية واحدة. ومن الاخبار اللي انا اتذكرها واللي كانت موجودة في جريدة من الجرايد، معرفش مدى صحتها يعني، بس هو كان زمان وانا صغير يعني كنا بنجيب الجرايد، فكان في خبر مكتوب بساعة مسلسل مهند ونور اللي هو المسلسل التركي المدبلج، مكتوب ان نور اتطلقت من جوزها لانها طلبت منه ان يعاملها زي ما مهند كان بيعاملها في المسلسل. طبعا مش مقتنع قوي، بس تعالوا نفكر بمنطق. هل ده طبيعي؟ هل ده ممكن يحصل اصلا؟ وهو ده اللي انا بتكلم عنه، ان المسلسلات هو بيجيب لك زاوية واحدة من حياة البني ادم اللي هو بيعرضه. هجيب لك شخص ممثل مثلا احنا عايزينه جامد جدا هنعمله جامد جدا، عايزينه ملاك نزل من السماء هنعمله ملاك، عايزينه شيطان هنعمله شيطان عادي، كاميرتي سكريبتي فيلمي ولا على الكلام. الفكره بقى ان احنا بناخد اللي بيحصل في الافلام ده وننزل بقى ارض الواقع نبص على البشر كده، خد بالك. فالانسه جمانه هتلاقي مجموعه من الشباب قاعدين هناك اهو، في واحد فيهم مطقطق كده، عارف انت، بيتنطط كده وفرهود وشكله حلو وفي حاجات كتير يعني جذابه. فزي تجربه الطفل مع فيشه الكهرباء، بتروح وبتتعرف عليه وبيبقوا اصدقاء وبيحبوا بعض والكلام الجميل ده كله، وفجاه بتكتشف ان هو بني ادم. ياه، طلع في عيوب يا اخي والله، وطلع في حاجات. انفصلوا، فبدات تكتب بقى ايه توكسيك ريليشن شيب والكلام اللي احنا عارفينه ده. جيس وات، هو ممكن يكون ليس بهذا السوء، يعني عادي جدا ممكن اصلا يكون هو كان معترف ان هو عنده عيوب ومستني حد يجي يقبلها، بس عشان هي كانت متوقعه ان هي وش هتقدر تغيرها، فلما ما اتغيرتش هي بقت حاسه ان هو انت بستين كلب، مع كامل احترامي لحضرتك يعني. مش فاهم انا ليه بكلم الستات بس، يعني ليه بتكلم عن وجهه نظر الستات؟ ما الرجاله برضو بتعمل كده بالظبط على فكره. شوف البنت اللي هي العجباك الحلوه اللي ما اعرفش ايه دي، ويلا بينا ونعيش اللحظه، وفجاه تكتشف ان لا مؤاخذه يا اسطى بس اكتشفت فجاه انها ما تنفعش ام عيالي. ايه يا معلم؟ طب ما هو كان باين من الاول انها مش مناسبه للدور ده لو انت متخيله. يعني اللي باين ان التفاصيل اللي موجوده قدامك دي مش تفاصيل خالص، هي تفاصيل حد بيحاول يعيش حياته، فانت رايح له عشان كده. ما ينفعش تطلب منه ادوار هي مش بتاعته. ومن هنا ظهر تكسكه بقى والكلام الجميل اللي احنا شايفينه في العصر الحالي ده. اكيد برضو احيانا بيبقى في ناس توكسيك بجد، ناس اللي هي مؤذيه فعلا، يعني ممكن يبقى بيأذي بني ادم جسديا ماديا نفسيا والحاجات الجميله دي، بس الاغلبيه العظمى هم فعلا بنفس الكونسبت اللي بقولك عليه ده. تشوف حد كاريزما جدا من بره، تروح له تعرف عليه، تحب الحاجات الجميله اللي باينه من بره دي، وهو من جوه صباح الضحك، فاهم؟ وزي ما بقول لك هو ممكن اصلا ما يبقاش توكسيك، ما يبقاش مخبي حاجه ولا حاجه، هو بس كل الفكره ان انت اشتريتي الايه الحاجات اللي من بره، الكلام الجميل اللي على العبوه من بره ده، وما قريتيش التكالوج اللي جوه، ما قريتيش التعليمات اللي مكتوبه حتى في ظهر العلبه، طريقه الاستخدام حضرتك، الاعراض الجانبيه والكلام ده. ما الكلام ده كان لازم يتقري من الاول، لكن نخش كده نضرب الدواء. طب ما احنا هنلبس برضه. رجعت اكلم جمانه، مش فاهم ايه موضوع جمانه ده، في ايه يا اما مالك؟ انت عارفه ان العلاقه دي ما تنفعش، انا المفروض اغض بصري اصلا دلوقتي، فلو انا حاسس ان دي علاقه توكسيك جدا على فكره. طيب انا اقول الخلاصه، اكلم صديق الرجل لان احنا بقى فصيله واحده، فاهم؟ وانا بقل معاه من الصبح وبكلم الاستاذه جمانه، فاحنا مع بعضينا بقى يا اسماعيل. حكمه اليوم ليك انت، بس هي برضو حضرتك ممكن تترجميها ناحيتك، هتلاقي برضو ان هي يعني جايه معاكي، ولازم نهدى بقى، كفايه هزار، عشان الحكمه دي هي حديث. يقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة ل4: لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربط يداك. هتروح ورا الفلوس، هتروح ورا الجمال، هتروح ورا الحسب والعلاقات، هتلبس. هو الدين. هي لو بني ادم متدينه، بني ادم عندها اخلاق، عندها وعي بان ده في حاجات صح وفي حاجات غلط، هو ده اكتر بني ادم، يعني برضو زي ما بقول لك الموضوع عليكي وعليه، يعني اللي هو عامه هو ده اكتر بني ادم تقدر تتعامل معاه. هو لو عنده يعني رولز اخلاقيا
اي حاجه تانية تتعوض، صدقني. اصل الجمال زايل والمال زايل والحسب ممكن يتشوه بكلمتين. لكن لو حد مؤمن بجد، مؤمن بجد، انا هسيب نقطه مهمه قوي عشان في ناس كتير بتدعي ده. لا لا لا، انا ما بتكلمش عن الناس اللي بتدعي، انا بتكلم عن شخص مؤمن بجد. انت برضو محتاج تعرفه الفتره عشان تقدر تتاكد بالمعلومه. بس هو لو شخص مؤمن بجد باللي هو بيعمله، هو مش هيغلط معاك ولا هيعاملك وحش ولا هيعمل اي حاجه وحشه فيك، مش عشانك، ده عشان ربنا. انت فاهم حاجه؟ مستحيل. عشان هو، مش عشانك انت. اولع انت، مش موضوعنا خالص. اصل مؤاخذه في الكلمه، هو لو مش خايف من ربنا هيخاف منك انت؟ هتخاف منك انت؟ ما هي مش خايفه من اللي خلقها. فاهم حاجه؟ فدي الخلاصه يعني ايه، في حكمه سريعه اراها مؤثره جدا، رغم ان انا حاسس ان انا برضه هزرت زياده عن اللزوم، بس يعني انتوا فهمتوا قصدي. وفي النهايه لو قلت حاجه حلوه ونفعتك يبقى الثواب ليا، ولو قلت حاجه ضايقتك سامحني ويبقى الثواب ليك. من الاخر جمعيه ودايره والكل مستفيد.